اللي قدام حضراتكم دلوقتي منطقة في اسكندرية بيتم تطويرها وتنميتها من العدم، يعني كانت منطقة فاضية تماما ما فيهاش أي إنشاءات، وبسبب التطوير اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي هتجري فيها الحياة، هيكون فيها أنشطة تنموية وترفيهية كتير، مصادر رزق لناس تانية. التطوير والعمران دايما بيكون إيد خير على اسكندرية كلها، وأكيد الكل بيستفاد منه. المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي هو داون تاون جديد في اسكندرية، بداية الطريق الصحراوي، وحضرتك طالع بعد كارفور سيتي سنتر في اتجاه العمرية في أول الطريق الصحراوي هتلاقي المنطقة التنموية دي، والداون تاون ده بيقابلك في البداية خالص كوبري الدولي أو الكوبري الفرعوني، واللي اتسمى كده علشان الزخارف اللي كانت موجودة فيه. والمنطقة دي مش منطقة واحدة، دي عبارة عن 4 مناطق يمين وشمال وقبل وبعد الكوبري، مساحة كبيرة جدا بيتم استغلالها في أنشطة تنموية وترفيهية، قربها من منطقة سكنية جديدة وامتداد عمراني لاسكندرية زي كومباوند صواري، وكمان قربها من ممشى أهل اسكندرية واللي بيتم إنشاؤه على بحيرة مريوط. والجميل بقى إنه بيتم إنشائها بطراز معماري تحفة، وده يأكد على إن اسكندرية طول عمرها بتتميز بالجمال وبالتحف المعمارية سواء زمان أو دلوقتي. تابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد وجميل في اسكندريتنا الجميلة. أخوكم مراد محمود.